بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. قشت معنا حديثي سيصوي عنزاء دا كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، صفة شوازي نجي بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم لكتابي بلوغ المرام من أدلة الأحكام. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. متفق عليه. كواتا هاتنا ناو سورة الفاتحة. واتا لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. زانان لرا دورا وبوچونيان هي آية لا صلاة نفي صحية نفي كمالا، هندي قوتيان نفي صحية، هندي قوتيان نفي كمالا. بوي ليرش زانان بون با دوبا شو لا جمهوري زانيان سورة فاتحة ركنا، هركس لنيوجا سورة فاتحة نخيون نيوجا كي بطالة. الله ينمو بلغا كمان دليل لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. واتا نيوجي هيج مسلمانيك دروسنية صحيحنية إلا دبي أم القرآن. بوتينا ونرى أم القرآن لأن جميع المعاني القرآن ترجع إليها. همو معنى كان قرآن دقريته بصورة فاتحة، يعني فقه تايا، سيرة تايا، عقيدة تايا، أقسام الناس تايا. لصورة فاتحة خوي تعالى إنسانا كان يكرت السيبة شوا أواني كوا مهتدين اهدنا الصراط المستقيم، أوانش كوا مغضوب عليهم كجولا كان، أوانش كوا ولا الضالين قمراب نصارا. كواتا بوينا ونراو چونك همو معاني قرآن دا سورة فاتحة كوبوتو، همو معاني قرآن دا سورة فاتحة كوبوتو، قصصي تيا، تشيروشي تيا، خبري تيا، همو تيا لقرآن وهمو شي لسورة فاتحة. وسورة فاتحة همو إليك آياتك كوبوتو: إياك نعبد وإياك نستعين. وكو ابن القيم رحمه الله لمدارج السالكين باسي دكات. كواتا ليرا لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. هندي قلتو أنا أما يعني نيوجكي كاملنية تونية بوي لاي هندي لزانيان لو أنا أحناف دلين واجبة ركنية بلام قيامك الركنة وسام ببيو لنا ونيوج ركنة. أجنا سورة فاتحة خينوي واجبة أتواني لبري سورة فاتحة سئات بخينيت. لما ذهبي شافعي استدين باسي كين دليق كسيك سورة فاتحة نزاني هولي دا بلان فير نبو أتوانيت بيشوا دلي حوت آيات تري لبربو بأندازي سورة فاتحة كلمات وحروفي لبربو دببي خينيتو. أو نبون جا بعض دابو سبحان الله والحمد لله ولا إله والله أكبر كدين باسيك إن شاء الله تفصيلي بيدين. كواتا لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. لا الجمهور ركنة نيوجكت باطلة وأمشتها براستي. وفي رواية لابن حبان الدارقطني: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. دفرمي نيجي هيج مسلمانك تواونيا مجزينا بيت هتاكو فاتحي كتاب. ليلن جناينا شي فاتحة الكتاب يعني شي فاتحة يعني سرتاي قرآنك إيتوا سرتاكي سورة فاتحة لبرونا ونرى بفاتحة الكتاب. وهي سورة فاتحة ناوي زورة لنا وكاني أم القرآن، لنا وكاني الفاتحة، لنا وكاني الرقية، لنا وكاني الصلاة، لنا وكاني 7 المثاني، لنا وكاني الشافي الكافية. بارك الله فيك. أما نهمي أسماء سورة فاتحة. وهر ناويكش ناوي زوربو
أو بلغي لسد تعظيم مزني أو شتا أما تنجار باس ما كده. وفي أخرى هل وكو شون روجي قيامة القارعة الطامة الصاخة تيجي يوم التناد يوم يقوم الأشهاد التغابن أمانة أمنا وانا بوشيا كواتر روجي قيامة زور دجوارة زور عظيمة يوم يقوم الناس لرب العالمين. وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان لعلكم تقرؤون خلف إمامكم في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم لن يجي بيانية أو رداية وسلام هداية وفرمي لعلكم تقرؤون خلف إمامكم لواتي لعلكم يعني كأنكم بمعنى كأنكم ديت فرمي لواتي كسانك هبن لبشت إمامه صورتي ياخذ قرآن بخينا قلنا نعم تنبل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها فرمين ومكن كإمام قرآني خينا يوتشبكن بيدنگ بن فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون زورك يعني هندي لزانانا فرمون شصت بو حفتال الصحابة فرمون أم آيات بونا ونيوجنا بزي إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا كإمام قرآني خينا بيدنگ بجورا بقرأ إتر خلافك الليلة دستي بيكرت آية بيدنگ بين سورة فاتحة نخوينين يعني سورة فاتحة الركنة دبيهر بيخوينين خلافك الليلة هندي لزانان تيانا سورة فاتحة مخوينم هندي قلت أنا سورة فاتحة دبي بخوينين بلقيم حديثة فرمي لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب إلا سورة فاتحة نبت فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها نيجيش كسيك تواونية ودرس نابت هتاكو سورة فاتحة تيانا خوينات. هذا الحديث هو عمدة من أوجب قراءة الفاتحة على كل مصل إماما كان أو مأموما أو منفردا. نفرمي أم حديثة عمدية بلغية بدستي أو زاناني كوادلين سورة فاتحة لنا ونجاي الركنة كوادلين جمهوري زانان بو إمام بو منفرد وبو مأموم هرسيشان دلي دبي سورة فاتحة بخينا. والحديث معين لما يجب من القراءة في الصلاة فيفسر به قوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. أو جنجيك هاتنا ومزقوت نيجي خرابي كرت مسيء صلاته بو مشهورة في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم فرمي كاتيقاتي دزنيجة جوان بقرأ روك قبلة تكبيري إحرام بك فرمي ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. أمش أم حديثة عندي لزانان إكن ببلغة كلان سورة فاتحة ركني وواجبني على في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم فرمي ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن كواته هر آياتك هر سورتك بخير درست بوي أحناف أما كان ببلغة كدلين سورة فاتحة ركنية بوي دلي سي آيات بخير درسته سآيات بخيني هر آيات كان قرآن بيت درستا. وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة فتجب على الإمام والمنفرد. وذهب أبو حنيفة إلى صحة صلاة من لم يقرأ الفاتحة بس ما انكر. أما طبعا تفصيلانهم إلى كتاب المغنية ابن قدامة رحمة خوي مستدلا بحديث من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا يعني غير تمام. حديث قال مسلم هاتو أبو هريرة دجرته فرمي هركسيك لنا ونيوجا سورة فاتحة نخوينات فصلاة خداج يعني شيء تاونية منالك لدايك بي لمستشفى علم بيبن بوشو خدج يعني شيء يعني منالك تازل لدايك بي تواونية
پێویستی بەوەیە تەنەفوسی بۆ بکەن و بیکەن ناو جام و شتانە نییە ئەوە خود دەجا کەواتە ئەم مناڵە هێشتا کامل نەبووە پێویستی بە ئەوەیە کە عنایەت بکرێن لێرەش فەرمی فەسەڵات و خیداج لەو خیداجۆ یعنی نوێژەکەت کامل نییە و تەواو نییە دەفەرمونون ئەحناف ئەڵێن ئەوە تا نەیوتۆ نوێژەکەی باتڵە دەڵێن نوێژەکەی نوقسانە بۆیە دەڵێن ڕوکن نییە واختلف القائلون بوجوب قراءة الفاتحة في وجوبها على المأموم على المذاهب لذا شن مذهب يكمان بباسكات يكم أنها لا تجب على المأموم مطلقا سورة فاتحة دليا هند لزانانا فرمون واجب نية نسر مأموم مطلقا يعني شي مطلقا يعني لجهرية أبو لسرية أبو مأموم واجب نية سورة فاتحة بخيني بلغدينيتو على من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة هركسك إمامي هبو أم مأموم بولا بشتي إمام قراءة إمام بو أم قراءة أقل نشي خواني وبيدنك بها درست أما مذهبي هندي لزانايان أما كشين حنابلة دلين ولكن يستحب له أن يقرأها في سكتات الإمام وما يسر فيه دفرمي مستحبة كاتك إمام آياتك خواني بيدنك بها هناسيك كشيشت بو آياتك دواي بخوانيت دلي أو كاتك بيدنك بو تو كاد سورة فاتحة بخوانه معلومة لكاتي سكتات لبين آياتكان هناسيك داو أو استيت يعني لهندي شوين بيدنك بها تو بخوانه دلي وهو مشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله واستدلوا بحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة طبعا أم حديثة أقل صحيح بوايا أو بلغيش زور بقودو بلا أم حديثة مرسلة حسك ضعيفة لا يصح سندا ولا حكما لا يصح سندا ولا حكما حديثك ضعيفة فريق دوم لزانان دفرمون وجوب القراءة مطلقة واجبة وبيوستا سورة فاتحة ياخذ قراءة بخوندريت لتشيا في الصلاة السرية والجهرية واستدلوا بعموم حديث عبادة كامبو لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن أواكن ببلغا دليك واتال للسري والجهري دبي سورة فاتحة بخيني نيخوانين يرجقت تواونية وباطلة دفرمي وبرواية أحمد وأبي داود وغيرهما لهذا الحديث وفيه أنه قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم وأمش بلغيش تريانا قلنا نعم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها أمش بلغي دوميانا أو زاناني كدلين واجب برهاي ومطلقي لسري ولجهري وأجاب القائلون بعدم وجوب القراءة على المأموم عن هذا الحديث بأنه من قول عبادة رضي الله عنه ورجح ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى لمجموع الفتاوى طبعا ليرة مشتمرك زوري لبيني زانان أملي ركنة أولي واجبة أولي بو إمام منفرد واجبة هل كان مأموم جاية مش يعني براستي أجر كسيك بيه زياتر اطلاع كات بشيت أسر فقه مقارن ياخذ كتابي المغني ابن قدامة الزول بالتفصيل أماني باس كردوا قولي ابن تيمية ديني وقبل قولي إمام أحمد ديني وشافعي وأحناف وحموي ديني والآخرة بنتيجة بأخذ درسي وكو طالب علم ضرورة براستي أمانة بخواني وآقال لي بيت فريقي سيم أن القراءة تجب على المأموم في السرية دون الجهرية دالي سورة فاتحة واجب بو مأموم للسري نيوجد سريكان نمرو عسر دون الجهرية بلام دليل لمغرب وعشاء وبياني واجبنية بو جمعا بين حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن وحديث إنما جعل الإمام ليتم به إمام تشيوت إيوش أو بكن يعني إمام تشيكت إيوش أو بكن
لنا أو حديثات وفرمي وإذا قرأ فأنصتوا كإمام قرآني خنائه بيدنق بن شيخ الباني رحمة الله يقول لي أما كتب الله الإمام قرآن خنيت فاستمعوا له وأنصتوا آيات مانيو حديث ما نشيء كواتا كسيق لنا ونيجابو إمام قرآني خنا أتواني سورة فاتحة نخني شكل بلوي دبيك جول قرآنك بقري دكاتي شنو نوجا نوجا جهري كان نقل نوجا سري كان وهذا القول أرجح في النظر لكن يشكل عليه حديث لعلكم تقرؤون خلف إمامكم إلا إذا صح أنه من قول عبادة رضي الله عنه طبعا أو حديثي لعلكم تقرؤون خلف إمامكم هندك لين موقوفة هندك لين مرفوعة والله تعالى أعلم أما فريق سيم دفرمي ومن العجب أن الظاهر من تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يذهب إلى القول الأول قول الأول كامية أنها لا تجب على المأموم مطلقة ابن تيمية ورأيتي ضلبه مأموم واجبنية شيء كابا من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة دفرمي ومما يحسن ذكره ها هنا أن شيخنا ابن باز رحمه الله يرى أن الفاتحة في حق المأموم واجبة وليست ركنا ابن باز رحمه الله دفرمي بو مأمومش ركن نية واجبة يعني كواتا ركن بو شي لا ابن باز وابن تيمية ركن بو إمام منفرد ركن بو إمام منفرد بلان بو مأموم دلي ركنية واجبة يعني كواتا أجر كسيك لبيري شو لبشت إمام بو سورة فاتحة نخونا دلي لا شيء عليه أجر كسيك نيخونا چیه کات كواجبي نكر سجدي سوي بو بعد أما كان مأموم بو أقدار بن أما منفرد بتاق تنهاني وجكي الركن ده بيبي فاني بو إمامش الركن أم دوانا جوازا أم قولش ده فرمي فلا تجب مع النسيان ولا على المسبوق مسبوق شيء أو كوا دواك وتوا ركعتي جي روشتا ديت إمام الله أكبر أرابو ركوع في غمري خاصة فرمي من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة ركعتك يبو حسابه ضل يمن بلقي لسر أوي كوا سورة فاتحة شي نخرناو ركعتك شي يبو حسابه ضل بلقي بقوة جوانا وهو قول متوسط يرتفع به الحرج ويقويه سعة الخلاف وتعارض ظواهر الأدلة ضل أما خلافه لبين زانان دبي إنسان طالب العلم مش قتابي علم دبي سنجي فراوان بيبون خلاف تو رأي لسر أوي رأي لسر أوي رأي لسر بران بركة رأي تريه زور آسايا وكو قتابي علم كامل لا ترجيح ودواء أوي كخيانات يرحمك الله با أولاد راجح بيت بلا بران بركة يعني خلشيتر وتينا من بيم وايا هالركن هذا بيخيانين زور آسايا ما موضوع شيء خلافية والله تعالى أعلم بلقي شيء تر هند لزان عند فرمون على سورة فاتحة كانت إمامي خينية داخلة دلتي آمين ولا الضالين آمين توش علي شيء آمين دلي ما دام وتد آمين تا تبيوزناك سورة فاتحة بخيني عليهم بلغتان شيء عليه وتكات موسى عليه الصلاة والسلام دعاء لفرعون كرت قال ربي إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا دعاء فرمي ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم دعاء لك وتهيأتك أخوي تعالى فرمي قد أجيبت دعوتكما هو دعاء هل دكتانا قبول كرت موسى عليه الصلاة والسلام دعاء كرت شيء آمني لسر كرت هاروني براي خوي تعالى فرمي دعاء هر دكتان قبول كرت دفرمون سورة فاتحاش دعاء تدايا
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم بويا كاتك آمين ذكرت وكواتو سورة فاتحة خويناويت أمش بلقيش ترلاي أو زناني كوا أماكن ببلغ يعني هر كسو هر فريقو هر زانو بلقي خوي دينيت أي خاطرو و إنساني بلين طالب العلم مش دبي سنجي فرعون بأبو خلاف نكاتك إما بين بدين بقد يكايا بلين والله إلا رأيك من أوجب والله إلا رأيك من نا طالب العلم نابي وابد. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين متفق عليه. استديت في بيان البسملة سورة فاتحة ليبون جديد باسي بسملة بسم الله الرحمن الرحيم آية جهري بيبكن لقل فاتحة ياخد جهري بينكين ليراد فرمي أنس رضي خواي قولي لي دفرمي أن النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر السدمي أبو بكر وعمرش لبشتيان نيوجم كردوه كانوا يفتتحون الصلاة افتتاحي نيوجكيان بتشيا بالحمد لله رب العالمين لرباسي بسم الله نكرت آية بسم الله خناوة يعني خناوة بسم الله خناوة بلان بسري خنايتي جهري بينا كردوه هو معنى كيتي خلاف شيء لبين زانان آية بسم الله آياتك لسورة فاتحة يعني آياتي مستقلة أمش مش تمر زوري لسرة لاي شافعي مذهب دليس بسم الله آياتك لسورة فاتحة نيخينيت أو سورة فاتحة قد نقصانة تاونية لالين بو عليه سورة فاتحة قد تماشيكي خوي تعالى فرمي ولقد آتيناك 7 من المثاني باشا سورة فاتحة شن آية حوت ونيا استا الحمد لله رب العالمين أوان دلين بسم الله آياتك أما يك الحمد لله رب العالمين دو الرحمن الرحيم سي مالك يوم الدين شوار إياك نعبد وإياك نستعين بينج اهدنا الصراط المستقيم شش صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمش آياتك علينا محوت أو زاناني تردين لنا خير بسم الله آياتك مستقلة لا هم صورتك شون عليهم بلغتان شيء علي خوي تعالى فرميتي لحديث قدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله سبحانه وتعالى حمدني عبدي بتشيل سبيكر الحمد لله كواتايا كم آيات الحمد لله أي باشا شون جيب كينو بكين بحود آيات شيخ بن عثيمين رحمتي خواهي قولي بيدا فرمي غير المغضوب عليهم أما آياتك ولا الضالين أما آياتك أما بشيدوا يعني أما بخلافة بكرتيب بوي أقدار بن هركسو بلغي خوي هي ليرالي بسري بخنا ليرالي بجهري بخنا زور بي بلغا كان هاتو لسر أوي كواب بسملا بسري خاني وجارجارش جهري في بكريت درستا وكو معاوية كربي سفيان رحمتي خواهي يقول لي بيه واي كردوا وأبو هريرش أسدين باسي دكين فرموي لسدمي أبو بكر وعمر ها بو باسي أبو بكر وعمر يكر بو يشيك نيابلي والله أما نسخ بوتو نسخ نبوتو في غمري خواه صلى الله عليه وسلم رنگ يشيك بلي آخر أما نسخ بوتو لأن أبو بكر شكرديتي عمر شكرديتي هذا نسخ نبوتو يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين وأما إجماعي شيء صحابة أبو بكر وعمر وصحابة لبشتيان بو بيدنگ بونا كواتا أما إجماعي صحابة شي لسرا زاد مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها لا يذكرون يعني لا يجهرون بها أو معنى كيتي لا يذكرون يعني لا يجهرون بها يعني جهري بيناكن نك بسم الله ناخن وريابا
فرمووی نە لە سەرەتای خوێندنەوەی فاتحە نە لە کۆتاییشی. باشە کۆتایی سوورەت فاتحە بسم الله هەیە، زانایان بوونە دوو بەشەوە لێرەش. معنای چییە؟ وەلا فی ئاخریها، دەڵێن ئەمە من بابی الموبالغەیە. ها جار وای لەگە کەسێکە قساکەڵێ بەخوا نە بیدایەکەی و نە ئاخیرەکەشی وانییە، بۆ بابی مبالغە. تێگەن؟ ئەمە قەولێک. قەولی دووەم دەڵێن مەبەست پێی في أول قراءة ولا في آخرها، يعني في أول ركعة وآخر ركعة، يعني نلا سرتاي ركعتي كم نلا آخر ركعت شا جهر ينبى بسم الله ناكت أو معنى كيتي أم قولش وجيها وبقوة كزانيان باسي كردوا باسيان لي وكردوا. لو أنا ابن حجر عسقلاني رحمه الله تفصيلي بيدا ونووي رحمة خوي قال بلا شرح مسلم أم تفصيل شيء بيداوا. وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم كواتا، فيدل على أنهم يسرون بها فرموي لا يجهرون بها ببسم الله الرحمن الرحيم كواتا شي ام بيكر إصرار يام بيكر، يعني شي بكتمي بدنجي نزم آخرنا أو جاء سورة فاتحة آخرنا نقبلين ولا لا يذكرون ولا ناخرنا أو تأم حديثة تفسيري حديثة كي بيرشوا كات شيء كاتو لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم فرمي يعني لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي أخرى لابن خزيمة كانوا يسرون بسم الله بسري أخيانا بجهري. وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعلها. وعن نعيم المجمر مجمر نازناويتي ناو باوشينية خوي نعيمي كري عبد الله أي مجمر تيا بخور أم بياوا خزمت مزقوتي دائما بخوري داقرسان آسش أقا شو بيتن بو عمره وحاج لوي مخوريك داقرسانن أي كان ناو هينيكو دوكالكاو أو مجمري بيلانوا لناو خلقا قريدن دوكالكات أو بون مزقوتك خوش بي أم بياوا خليشي أو بو دائما بون مزقوتي خوش أقل بو مشهور بو. قال صليت وراء أبي هريرة نعيمي تابعي لفرمي لبشت أبو هريرة نيجم كرت فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم كواتا ليرتشيا جهري بيكرت فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الله جملة بو بسم الله خنا بجهري ثم قرأ بأم القرآن أو جاء سورة فاتحة خنا حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين. استا لو يكسك بل ما مصاكوا باسي جهر سرينك الليرة بليم سياقي حديثك بلغي لسرشي كبسم الله جهري بيكردوا سورة فاتحة بجهري خناوة وآمين اجبشي هرب جهري كردوا، يدل على أن الصلاة كانت جهرية. ليرة فرمي قال آمين عين بدن جبرس أمش رد بو شيء بو أحناف آمين بدن برزناخن لما ذهبي أبو حنيفة دلي آمين دلي بسري بخينا، يعني كاتك إمامك من قوم لتركيا روجت شو مزقوتك لبشت إمامك كان نيوجم كرد شو زاني نما أوان أحنافا إمامك قوتي ولا الضالين سيكز بين بس إما بدن برز مان آمين سيخر كيت الكاس دن برزناكات عجائب معنا دواي برسير ما قلت يعني مدرسة مذهب أبو حنيفين آمين بدن نزمة فعلين بس الري تركيا لسر مذهبي أبو حنيفان. ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر بشوية أبو سجداء وإذا قام من الجلوس يعني من التشهد الأول تكبير يكر ثم يقول إذا سلم كاتي سلام بدايته والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم
فەرمووی سوێن بەو زاتەی کەوا نەفسی منی بەدەستە ئەم نوێژەی کە من کردم زۆر نزیکە لە نوێژی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم کە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ئەوها نوێژی بۆمان کردە. کەواتە چۆن کردی؟ بسم الله جەهر کرد و حەمدوللاش بە جەهری ئامینیشی بە جەهری کرد. ئێستا لێرە وەرە حەلیکە حەلە بێ ئینشاءڵڵا ئاسانە. با حەدیسەکان تەواوکەین دێینە سەری ئینشاءڵڵا. بۆیە وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم. كاتي سورة فاتحة تنخنا بسم الله الرحمن الرحيم بخنا فإنها إحدى آياتها. رواه الدارقطني وصوب وقفه. كواتا حديثك تشيا موقوفة لسر شيا لسر أبو هريرة. واختلف العلماء لا إخوتنا بينوسن اختلف العلماء في قول الصحابي هل هو حجة أم لا. يستمع وما دركوت قولي حديثك موقوفة مرفوع نية كاتب فرمي إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها. أواني كوالين بسم الله آياتك لسورة فاتحة ما كان بلغا يمدين دلين أم حديثا مرفوع نية شيئا موقوفة كموقوف قولي شيئا أبو هريرة شيئا صحابية يستا قولي صحابي بوخوي حجيانا باز لواكين أما ضرورة براستي. جواب هندي لزانيان فرميانا قول الصحابي في التفسير حجة لتفسير حجة. أجر أحادي صحابة لتفسير أقصي كرشيا حجة حكم رفعه ورجيلت. أما قصي شيء قصي إمام حاكمة رحمة الله يقول بيت يعني بمنزلة حديث مرفوع لتفسير لمنزلة حديث مرفوع. وكو بلغيك آيات خوي تعالى فرمي ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيله. عبد الله كريم مسعود فرميشي سوين بخواي قورا لهو الحديث ليه لما بس بي غناء بس عبد الله كريم مسعود بايته دلين قولي عبد الله كريم مسعود لتفسيرات شيء حجة بات تاكشو بيت بابا تنهجوت بدي بمنزلة حديث المرفوع بمنزلة حديث المرفوع. وهند لزانان فرمينا ومنهم من قال أن قول الصحابي ليس بحجة مطلقة. قول صحابي حجنية مطلقين. وهندك لزانين تفرمينا وتيانا صحابة كان دوبشن أواني كعلماء وفقهاء جوازا لقل أوانيتر يعني إعرابيك دشتكيك أعرابيك هاتوا دشتكيك إيماني هنا أو علمينية آية لقل أبو بكر وعمر يكن لقل عبد الله كريم مسعود يكن لا برسالي شيء لو ليدا ورشتو أو زانانا فرمون ومنهم من فرق بين علماء الصحابة وفقهائهم كان نخير أواني فقيها عالما أوانا جوازا أوانا تشين جوازا بلام أمانش كوان وتيانا أمانا جوازا سيمر جنبو يدانا ذلك قصيان حجية أقل عالم وفقيه فقهاء صحابة قصيان قد بم سيمر جام يكم أن يكون من فقهاء الصحابة دوم أن لا يخالف النص كاتك قولي صحابي كات لعلماء صحابة مخالفي النص نكات يعني مخالفي فرمودو آيات نكات كمخالفي كرت يشي قرتوا أو كاتت شي ورقلين آيات فرمودو ورقلين قصي صحابي نابي وربيجي ليه بويا نابي مخالفي النص كات سيم أن لا يخالف صحابيا آخر
مخالفي صحابية ترنكات. أي أجر مخالفي كر فلا يكون حجة، فلا يكون حجة. يعني يستقصك عبد الله كوري مسعود كوتي ما بس بي غناء، أبو هريرة لو لا يتأنى ما بس بي أوني أويا أو كاتا نابي بحجة. يعني أبو بكر موضوعك بلي رضي الله عنه عمر بلي نا أو ما بس تي أويا أو نابي بحجة، أو نابي بحجة. كواتام حديثا كفرمي إحدى آياتها بسم الله الرحمن الرحيم، حديثك موقوفة مرفوع نيا. وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين، رواه الدارقطني وحسنه والحاكم وصححه. أم حديثش ردبو أحناف كوان آمين يان بشكرت لما ذبي أوان بسرية فرمي كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن وأتى سورة فاتحة رفع صوته وقال آمين. حديث ترمان شيء في غمري خواه فرمي عليه الصلاة والسلام جولك حسودي تام بيبن بدوشت بالتأمين كاتك دنجي تيابر زكنو كهموتان بيك دنقلين آمين لبشت إمام، وكاتيكش سلام ليككن وبالسلام سلام ليككن زور أوان زوريان بينا خوش، أوان زوريان بينا خوشا. ولأبي داود والترمذي من حديث وائل بن حجر نحوه. دا أبو داود والترمذي شاتوا. اشتملت هذه الأحاديث على حكم الجهر والإسرار بالبسملة في الصلاة الجهرية، وقد دلت روايات حديث أنس رضي الله عنه على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما في ذلك، وأنهم كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم بل كانوا يقرؤونها سرا. وهذا يفسر قوله كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، أي يفتتحون القراءة في الصلاة بقوله تعالى الحمد لله رب العالمين، فليس المراد أنهم لا يقرؤون البسملة. لفرمي هدي في غمري خاصة صلى الله عليه وسلم أبو بكر عمر لدواي أوان جهريان ناكر بسم الله والكو بسري ديان خين دلي أوشي ليه فهم ناكري لم حديثا كبلين والله بهيت شويك بسم الله يعني نخينه لا ما بس بي جهر أنك بلين بسم الله يعني نخينا بيت. ويشكل يعني ويشكل على حديث أنس رضي الله عنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فإنه صريح بأنه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم وأضاف جملة صلاته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة كاتب نيوجاكيك الفرمويتي إني لأشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم نيوجيك من كدم بتواوتي لن يجي في غمري خواتي صلى الله عليه وسلم. أي تشي كرد بسم الله جهر كرد استشون جمع كين لبينام دو حديثا، فإن الهدي الغالب من النبي صلى الله عليه وسلم هو الإصرار بالبسملة. ويجمع كين لبينام حديثا دلي هدي في غمري خاصة غالبا شي بوا جهر بوا يعني إصرار بالبسملة بس الريخ نايتي. وقد يجهر بها أحيانا جار جهري بيكر دوا بو من أجل التعليم. أبو هريرة جلي رزانانا فرمون لبر تعليم وايكرت بوي أواني بشتي بزانن كبسم الله هيا ولقل فاتحة دبي بخندرت نقوى بزانن كاتك دنق برزكين والحمد لله رب العالمين بلين بسم الله نخن بوي دلين حملي أبو هريرة فعلكي كاتك جهري كربة بسم الله بو شيا بو تعليم إيضاحا. وقد يجهر بها أحيانا، وعلى هذا فالسنة هي الإصرار ويجوز الجهر. درست شاد جهري بيبكي جار ممكن بلا بون مناتو أشتا شوين يقوكو شاري هولير ليه إمام كان جهر بسم الله كان وباشا قال لي إمامتي تكرد جهر بسم الله
ڕەنگە تو دوو ڕۆژتر بچتە وڵاتێتر ئیمان بیت. مەقطعێکم بینین ماهر معیقلی لە حەرەم لەسەر مەذهبی حەنابیلە بسم الله بەسڕیە خوێنن، لە وەبزەم ئەندەنووسیا بەرنوێژیە کات جەهڕەکە بە بسم الله. ئەوە عینی عەقڵە بەڕاستی درستە و ئاسایە إن شاء الله. وقد تنازع العلماء في ذلك على مذاهب، شن مذهب يكن أحدها القول بما دلت عليه هذه الروايات على ما تقدم وهو الصواب. الثاني الجهر بالبسملة دائما على أنها آية من الفاتحة، وتمنى ما قولي شيء قولي شافعية كبسم الله آياتك لسورة فاتحة. واستدل من قال ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وتأول قول أنس كانوا رضي الله عنه كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين بأنه أراد اسم السورة علما بس بيتشيبو ناوي سورة كبو كاتب فرمي افتتاحي نيرجكيان كرب الحمد لله بس بي سورة فاتحة بوا، فكأنه قال يفتتحون الصلاة بالفاتحة دسبيشي نيرجكيان بسورة فاتحة بو نجم بس يو بآياتي كم حمد لله بيت. وأعل رواية مسلم الصريحة في عدم ذكر البسملة كما أشار الحافظ. الثالث القول بعدم قراءة البسملة لا سرا ولا جهرا تمسكا بأكثر روايات حديث أنس رضي الله عنه، ولأن البسملة ليست آية من الفاتحة عنده. نفرمون عندي وتيانا بسم الله نلا سرية نلا جهرية ما خندر آياتك مستقلة. ويتمسكون بحديث ماذا؟ حديث حديث أنس كامية أن أبا بكر وعمر النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بفاتحة الكتاب وتاء الحمد لله رب العالمين. أو ليست آية من القرآن كما هو أحد أقوال في عد البسملة من القرآن، وهو قول مالك والمشهور عن أبي حنيفة رحمه الله. الثاني أنها آية من كل سورة، أنا قلت أنا آية لا مو سورتك، وهو قول الشافعية. الثالث أنها آية من سورة الفاتحة، أما قلت أنا عين المذهب الشافعية وقولك إمام أحمد ضلن آياتك لسورة الفاتحة. والصواب أنها آية من القرآن أنزلت للفصل بين السور والدلالة على بداياتها. ضل صواب أنا أمهم قولنا آياتك مستقلة أنزلت بوشي داندراو للفصل بين السور بوأوي سورة كاني بيجاب كريتو استا لبين سورة توبة أنفال بسم الله نية ونيا بوي هندل زانان بيان وايا أنفالش تابع بشي توبة وأنفال تابع بيكو بوي بسم الله تانية بويا بسم الله تانية هندل زانان لكاتي ويك جمع كرام يعني بلغيشان نبوك بسم الله لوي إثبات بوبيت بوي بسم الله عندنا هندك لنا ما آتي سرتاي با تربون دابزي براءة والله تعالى أعلم. ولهذا أثبتها الصحابة أمام كل سورة برانبر همو سورتك إثبات ينكدو بنسن لا إخوتان إلا سورة التوبة إلا سورة توبة نبيت. وفي الأحاديث فوائد منها أن السنة ترك الجهر بالبسملة. سنة بسم الله بسري بخينك بجهري درستشا جار جهري بيبكي رنگتو دروشتر ما مصابي لقنديق لديق لشارك خلشي غلط ديت يبقن من جاري ونيوجم كردو خلقا ما مصاتو بسم الله خيني على ما يشون لا يخينم على بو جمالينيا وجاري واشملاي سماعك دنگ برزكمو بسم الله الرحمن الرحيم جاء سورة فاتحة أخينا جويلي بيالي ما مصاخيني خلشي كي رنگا نزان بالنفام بالنظر شاويان كردوتو ما مصاني قديم هر بسم الله جهر كردو جهري بيبكا بوي بزانيت كما آياتيكو وأخوان دريتو إن شاء الله. أن هذا مما مضى عليه الخلفاء الراشدون أما لدواي في غمري خاصة أبو بكر وعمر خليفة كان لسر أوبنا أن هذه السنة لم تنسخ نسخ نبوتو وبلغيتي
بدليل فعل أبي بكر وعمر أوانش خنانا كواتا النسخ نبوته أن قول أنس رضي الله عنه لا يذكرون بسم الله في أول قراءة ولا في آخرها يريد ترك الجهر، لا يذكرون يعني لا يجهرون بها، يعني جهر بين كله. وهذا يفسر قوله يفتتحون الصلاة بحمد الله رب العالمين. أن البسملة ليست آية من الفاتحة، ويدل له حديث القدسي قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي. دلين أمش بلغيلة سرويك بسم الله آيات يقنين سورة فاتحة. تضعيف مذهب من يرى الجهر بالبسملة دائما، أقدار بفرمين دائما أحيانا كشنية ببردوام بل أو مذهب بقوته بلغ سروي نا زوريني بلغ كان لسر شيا إصرارا كبسري بالخندر نقبة جهري بلام دائميك إصرار بيو جهرك أحيانا جار بيت. جواز الجهر بها أحيانا لبيان الجواز كما هو ظاهر حديث أبي هريرة. أو من باسكر فضيلة سورة الفاتحة قولي سورة فاتحة أن من أسماء الفاتحة أم القرآن أي أصله، لأن معانيه أجملت فيها. لمعنى كان سورة فاتحة أم القرآن شنك همو معنى كان تا معاني قرآن همو تا كوبوتوا. أن من صفة الصلاة التكبير في كل خفض ورفع، لا همو خفضك ورفعك بزبون ودا بزينك تكبير هي الله أكبر. قيل إن ذلك واجب وقيل إنه سنة. هن يقول أنا واجبة هن يقول أنا سنة. طبعا ما بس بتكبيرات انتقالية، تكبيرات انتقالية سنة والله تكبيرية إحرام أو الركن. أن السنة للإمام إذا قال ولا الضالين أن يقول آمين، يعني يجهر بها الإمام والمأموم. في غمر خواه فرمي عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمنوا، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فرمي إمام آميني كري أوش آمين كان فريشتاقانج آمين كان أو كاتا أركسك أو موافقي إمام بكا وفريشتاقانج آمين بكان غفر له ما تقدم من ذنبه. أبيته كاري بك خواه تعالى لتاونا كانت خوش بيه لتاونا بشكا كانت بويا بيغمري خاصة جهري فيها كردوا. تحري أبي هريرة رضي الله عنه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاده الناس لذلك بقوله رضي الله عنه والذي نفسي بيدي إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. آخر حديث لم درس آخرين عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بيا كانت خزمت في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، يعني من إستا يعني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، يعني سورة الفاتحة إلى برنبهم بيا وصلمان بو النخين دوار بو لإستا يعني في الساعة الآن أو ما بستكيتي نك دعاي هر بتواني هر تمريب كاولا برينكات. فرمي من ناتوانم إستاكا سورة فاتحة بخونم كاتي نيوشا نبرم نية. فعلمني ما يجزئني منه، شتيكم فيركا كبيتا بديلي أوا كدروز بيبي خونم لنا ونيوجا. قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم. في غمري خاصة فرمي ما دام استانات هذه سورة فاتحة لبركي خندواريد نيا وهولشي بوداوا فلم نيتوين لبركة وكاتي نيوشا فرمي برو لبري أوا أم ذكر بالله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طبعا ما هيتشي نازين للقرآن أجر آياتي تري لبربوايا وكو قل هو الله أحد ضحى ناس أمانة دبوها بخنايا. شكا خوي تعالى فرمي فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
وحديثك فرموشي ثم اقرأ ما تيسر عندك من القرآن بشيوت حديث مسيء صلاته كواتا نابي باز ليكسر بو أوام كسك زاني مان سورة فاتحة لبرنبو بون من بيراميردك هولي داوا أونية يكجار بتاو كولي دابنا هل هولا قرصة هاي اشتوا بلي رنگ خلشك بي أوها بيت ناتواني فير بيت سورة فاتحة بو لبرنية بوي لبرناكرت وهيج سورة ترشي لبرنية دلين أو جالي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما درست لما ذهب شافعي دفرمي كسك سورة فاتحة لبرنبو آياتي تري لبربو دل يبقى أندازي سورة فاتحة دبي حود آيات بينبي خنيته وبأندازي كلمات حروف سورة فاتحة دبي أو نبينت يك حرفيك يك وشيشي كم بيد دل درسني أو نوجد بطالة أوانا نبو إنجل آخر أشتكو بديلك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي الحديث فوائد منها يسر هذا الدين دين كمان شن آسانا كسيك سورة فاتحة لبرنية نيتوانية لبريكا هول شدا وماندوبوا للين لبرانبر أو بديل دانوا آني في روز الإسلام كأوتشن ذكري خني وجوب القراءة في الصلاة كواتا أما بلغي لسر أوي كوا قراءة لنا ونرجايا واجب بخني سقوط القراءة عمن لا يستطيع حفظ شيء من القرآن حيتشي لبرنية ناتوان لبركات دلي أوكاتا إسقاط بالسري سورة فاتحة بديل كيديا كأو ذكريها أن من لا يستطيع شيء من القرآن يجزئه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وجوب تعلم الفاتحة على من يستطيع ذلك واجب إنسان هولد سورة فاتحة لبركات كما دمت وين لبركات واجب دبي خوي فيركات. تصديق المكلف فيما يخبر به عن حاله في أمر دينه لأنه مؤتمن عليه. إنسان كمتكلف هذا سرشان مكلف بو دبي أوشتاني كوا تكليف اللي يكرهه لدينا دبي فير بي هولي بوبدي ماندوبي نقبلي والله بيم ناكريت لكاتك بيش دقري وهولي بونادي شكوا أمانة دبي جيبجيكي قال تعالى فرمي إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. مفسرين فرمون أمانة ليرة ما بس شيئا فرائض واجباتها. سورة فاتحاش فرز واجب لنا ونرجع بخيتو نبي كولي بوبديتو بلي ولا ناتوانم نبي هولدي لبركي بخيانيت لدواي أو حد تواني وكاتا معذورين. فضيلة هذا الذكر لكونه بدلا عن الفاتحة والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وبارك الله فيكم. رسالتان هي